كتير جدا من الناس وانا منهم ساعات نيجي نصلي تشغلنا مشاغل الحياة ومآسي الحياة ومشاكل الحياة عن الصلاة. يعني الواحد يكون بيشتغل عنده مشكلة وناس كتير جدا بتقول هذا الكلام فيخش يصلي الله أكبر، لكن ذهنه عمال يفكر في المشكلة. هل هذه الصلاة مقبولة أم غير مقبولة؟ وهي فيها تفكير في الآخر غير الله سبحانه وتعالى وغير الخشوع والإخلاص حتى. يعني اللهم إلا في حالات الإنسان بيكون فيها فعلا يعني ينوي أن يكون النوايا هذه كده فيها الصلاة، لكن في الغالب العام مشاكل الحياة بتاخد الناس في الصلاة. هو الكارثة أنه ليس لابن آدم من الصلاة إلا ما عقل منها. تمام. طيب الآن كل الدنيا كلها مشاغل، لا ينكر أحد، في مخرج وحيد فقط اللي هو إيه؟ لا ثاني. صلاة الجماعة بس. ليه؟ الله يرضى عن عمر: اللهم إني أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. بعض الأئمة يقولون الله ينظر إلى قلب الإمام، إن وجد صالحا قبل صلاته وصلاة من معه، إن لم يكن قلب الإمام قلوب المأمومين، إن لم يوجدوا قلب واحد، إن لم يوجد هذا ولا ذاك يقول يا ملائكتي قد اصطفوا يسبحونني ويقدسونني كما تفعلون، أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. وهو ليه حي على الصلاة؟ ليه المؤذن بينادي؟ هو ينادي على الموظف المقيم الشعار، هو ينادي على كل من يقول لا إله إلا الله. وبعدين العجب اللغة العربية لغة دقيقة، يعني الواجب ايه في الاذان؟ حي الى الصلاة، صح ولا لا؟ حي الى، صحيح. حي الى الفلاح، نعم، صح ولا لا؟ لكن ماذا يقول المؤذن لنا؟ حي على. ليه؟ تعال لأرفعك، انت ترتفع فوق الصلاة وترتفع فوق الفلاح، فاذا كانت الصلاة مصعدا يصعد بك الى اخر طابق في العمارة، فبفضل الله ابشر، فانت تأتي على جناح السرعة فتركب هذا المصعد فتصعد. ده الحل الوحيد للسرحان. لكن ان نصلي الواحد كده المنخنقه والموقوذه وما اكل دي يعني فده حل ايه؟ حل طب هذه الصلاه البعض يعني للاسف الشديد يعني بيستهين بيها. يعني هل دي مقبوله؟ شوف يعني في آية والذين هم في صلاتهم خاشعون يعني. نعم. هو القضيه كلها ان انا اعمل روشته بسيطه عمليه. فرضنا جدلا انا لم استطع ذهاب صلاة الجماعة لظروف خاصة وقهرية، خلاص اعمل ايه؟ اول شيء نعمل زي حاتم الاصم كده بس على بسيط، اتوضأ واجلس. السيارات احيانا يقول لك يبقى سخن السيارة 30 ثانية ولا دقيقة قبل ما تطلع بيها. تمام. كانت سألت قريبة كده كلها. طيب التسخين ده اعمل ايه؟ اروح ماسك المصحف اقرأ صفحة او صفحتين. تمام. كان سيدنا علي لما يجي وقت الصلاة يرتعش ويرتعد ويخاف. ما لك امير المؤمنين؟ اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ ولذلك احكي لك حكاية غريبة جدا. جلس قوم بين يدي ابن القيم، وجلس اسمه ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية. نعم. ابوه كان قيما على الجوزية ومدينة الجوزية. نعم. فقال احدهم اقول لك طرفة يا امام؟ قال له احب فأر جملا. طيب ماشي يا سيدي. وبعدين قالوا بعدين الفار مسك خطام الجمل وقعد يمشي بيه، اتصاحبوا على بعض يعني. لغايه ما جم امام باب الايه؟ بيت الفار اللي هو الايه؟ الجحر. فالفار شعر بايه؟ بخجل. عايز يقول الجمل ايه؟ اتفضل. تتفضل في ايه؟ ففهم الجمل فقال اما ان تحب على قدرك او ان تأتي ببيت على قدر من تحب. عيب عليه لما تحب الصرصار ناموسة ام 44، لكن تحب الجمل مشكلة. دي قصة رمزية. شوف تعليق ابن القيم بقى في الموضوع بتاعنا. نعم. قال وانت ايها المسلم اما ان تصلي صلاة على قدر مقام ربك او ان تعبد ربا على قدر صلاتك. ودي شتيمة من
يعني اذا جازت التعبير، يعني توبيخ من ابن القيم لنا. اما انت يعني ولمن خاف مقام ربه جنة. نعم. يعني كان ابو حامد الله يرضى عليه الغزالي يقول ايه؟ يقول الصلاة جارية تهديها للملك، فبتهدي للملك جارية شلاء او عمراء او عوراء او بكماء او صماء. يعني عايز تعمل جارية، تعملها ازاي؟ كيف تقدمها؟ نعم.